ده الفيلم الوحيد اللي انا عانيت فيه وانا بكتب السكريبت بتاعه. كمية التفاصيل اللي في الفيلم ده مش بتنتهي، ولو سرحت ثانية واحدة بس هتحس ان انت مش فاهم اي حاجة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن واحد من اكتر الافلام المعقدة اللي نزلت في تاريخ السينما، وهنحلل كل حاجة حصلت في الفيلم ده بالتفصيل، وهشرح لك النهاية بتاعته اللي مش كل الناس قدرت تفهمها. حرفيا لما انا كنت بتفرج على الفيلم ده لاول مرة وشفت النهاية بتاعته انا كنت مصدوم، اللي هو ازاي ده حصل وامتى واشمعنى. You look lonely. I can fix that. فيلم بليد رانر ليه جزئين، واحد اتعمل سنة 1982 بيتكلم عن أحداث حصلت في كاليفورنيا في المستقبل سنة 2019، والجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو بليد رانر 2049، يعني الأحداث اللي حصلت في كاليفورنيا سنة 2049. بداية الفيلم شرح للعالم اللي احنا هنشوفه جوه الفيلم، وهو باختصار إن في روبوتات، ولكن الروبوتات دي مش متصنعة من الحديد، كأنهم نسخة طبق الأصل من البشر بالظبط، وكانوا بيتعاملوا كالعبيد حرفيا واشتغلوا شغل متعب جدا كأنهم كانوا بيتعذبوا أو بيتم استغلالهم. بعدها حصل منهم ثوره وبقوا بيتمردوا على البشر. من وقتها اتوقف انتاجهم بالكامل. هم ممكن يكونوا اتوقف انتاجهم بالكامل، بس في منهم هرب، والمفروض هنا يجي دور بطل الفيلم اللي هو يطارد الروبوتات دي ويتخلص منها كلها. ولكن لما توقف انتاج الروبوتات دي في شركه تانية جت وصنعتهم تاني من الاول وجديد. بس المفروض يعني الاصدار اللي هم عملوه ده مش بيأذي البشر، اصدار بيطيع البشر اكتر. الفيلم بيبدأ وهو الاسطوره رايان جوسلينج اللي بيلعب في الفيلم دور شورتي اسمه كي. المهم كي دوره في الفيلم اللي هو بيطارد الروبوتات اللي هربت قبل كده عشان يقضي عليهم. بعد ما كي بيوصل للوجهه بتاعته دخل بيت كده فاضي، وكان بيبص على كل حته فيه عشان يشوف لو في حد موجود جوه ولا لا. بعدها بيدخل له شخص ضخم كده حجمه قد الباب. لما الشخص ده دخل كي كان قاعد على الكرسي بكل روقان كده وحاطط رجل على رجل، وبيقول له اتمنى ما يكونش دخولي لبيتك ضايقك. المهم الراجل التاني بيقول له هو انت مش شرطه؟ كي وقتها قال له اسمه بالكامل وقال له معلومات عنه كتير. فالشخص التاني حس فعلا ان كي ده من الشرطه، فقال لنفسه اللي هو يكذب عليه احسن عشان ما يتسلمش للشرطه. قام كذب عليه وقال له اللي هو مزارع. كي وقعه بالكلام عشان كان عارف اللي هو بيكذب. جه عشان يقوم يكشف عليه بالجهاز عشان يعرف هو من انهي اصدار، قديم ولا جديد. بس هما وقتها مسكوا طحنوا بعض ضرب وكسروا البيت وكانوا هيموتوا بعض. المهم في الاخر كي قدر يتغلب عليه وكشف عليه. في الاخر طلع اللي هو من الروبوتات القديمه. بس قبل ما يقتله الشخص ده قال جمله مهمه جدا لكي، قال له ان في معجزه انت لسه ما شفتهاش. كي ما فهمش حاجه، قام قتله بالمسدس وخلاص. كي طلع من البيت وركب الطياره بتاعته، وهو راكب فيها حس ان في حاجه غريبه عند الشجره، فطلب من الطياره بتاعته اللي هي تفحص الشجره دي. وفي اثناء الفحص ظهر صندوق غريب جدا مدفون تحت الارض. كي لاحظ ان في صندوق تحت الارض وبلغ المديره بتاعته وقالت له اللي هي هتبعت فريق حفر عشان يطلع الصندوق ده ويكتشفوا ايه اللي موجود جواه. المهم الصندوق ده ركزوا عليه كويس جدا عشان يعتبر ده اهم حاجه هتحصل في الفيلم كله. بعد ما كي بيخلص المهمه بتاعته وبيرجع بيته بنبدا وقتها بنشوف حبيبته الاي اي انا دي ارمس اللي بتلعب دور جوي. المهم البنت دي مش حقيقيه، هو حرفيا بيحب واحده اي اي وبيتعامل معاها اكنها حبيبته بالظبط، وممكن يكون معتبرها مراته كمان. الفكره اللي هي مش بتتلمس ولا اي حاجه، هي شفافه حرفيا، وفوق كل ده بيتعامل معاها اللي هي حقيقيه. البنت دي رغم اللي هي روبوت بس كانت احن شخص على كي. كان كل ما يرجع من مهمه وبيتهري ضرب بيرجع البيت والروبوت دي تروق عليه حرفيا بمعنى الكلمه، تعمل له العشاء وتولع له سيجاره وتطمن عليه. حرفيا اي حاجه نفسك فيها هي كانت بتعملها. قرر يفاجئها بهديه عيد جوازهم، وهي اصلا كانت مستغربه بتقول له عيد جواز ازاي؟ احنا اصلا مش متجوزين. قال لها خلينا نفترض ان ده عيد جوازنا. المهم يعني الهديه دي عباره عن جهاز بيخليها تتحرك في كل مكان هي عاوزاه، لانها في الاول كانت مربوطه بالجهاز اللي في السقف ده، ما كانتش بتعرف تطلع بره المنطقه دي نهائي. المهم طلعوا بره في المطره وكانوا منسجمين مع بعض. فجاه البنت علقت كانك بالظبط فاتح لعبه وهنجت مره واحده. البنت حصل لها لاج فجاه. طبعا دي حاجه فصلته وحسيته اللي هو عايش في وهم مش حقيقي. المديره بتاعته وقتها اتصلت عليه وقالت له يرجع مركز الشرطه ضروري جدا عشان لقوا حاجه غريبه جوه الصندوق اللي كان في بدايه الفيلم. بعد ما حفروا وطلعوا الصندوق ده لقوا جواه بقايا عظم، وبعد ما خدوا العظم ده للمعمل عشان يحللوه لقوا حاجه هتغير احداث الفيلم كله. العظم ده يخص روبوت بنت ماتت اثناء الولاده قبل كده اسمها ريتشل، ودي ظهرت في الجزء الاول من الفيلم. وده بيوضح لنا ان الروبوت دي كانت حامل وولدت طفل بعدين ماتت، ودي كانت حاجه شبه مستحيله لان ده روبوت المفروض يكون خاضع للبشر بشكل كامل ومتصنع في معمل، انما يولد ويتكاثر مع نفسه دي حاجه كانت شبه مستحيله. الموضوع ده هيبقى خطير جدا عشان بالشكل ده هيبقوا بشر اكتر من الناس كانت فاكره، وبكده
كده فكره اللي هم مخلوقين للخدمه هتنهار، لانهم كده مش هيبقوا مجرد روبوت وبس. بنرجع للفيلم تاني وهي البنت عماله تقول لكي ازاي روبوت وحامل. قالت لو العالم عارف اللي حصل ده هيحصل ثوره ومجزره. فقالت لكي اللي هو ينسى اللي حصل ده ويعمل نفسه ما شافش اي حاجه ويتخلص من كل الادله دي. كي وهو راجع بالعربيه كان بيفتكر كلام الراجل الضخم اللي قتله في بدايه الفيلم لما قال له ان في معجزه انتوا لسه ما شفتوهاش. خلينا اشرح لك حاجه. كي روبوت وكل الناس اللي في الفيلم روبوت، ولكن اصدار جديد وده بيكون خاضع بشكل تام للاوامر. فهو حس وقتها ما دام روبوت خلف قبل كده يبقى احنا ممكن نكون في الاساس بشر حقيقيين مش روبوت وعندنا روح. وهنا كانت نقطه تحول كي من روبوت ما عندوش مشاعر وبينفذ اوامر وخلاص لشخص عنده مشاعر، بني ادم حقيقي وعنده مبادئ وانسانيه. خد عينه من البنت اللي كانت في الصندوق وراح يحاول يجمع معلومات عنها، بس كونها قديمه فما كانش فيه معلومات كفايه عنها. ده غير ان في الوقت ده حصل كارثه والكهرباء قطعت وكل حاجه كانت موجوده اتمسحت في الوقت ده. ففكره اللي هو يلاقي اي معلومه عن الروبوت البنت اللي ماتت دي كانت شبه مستحيله. بعدها بتظهر بنت اسمها لاف وقالت لكي اللي هي نائبه رئيس شركه والاس، وبتبدا تاخده المكان وبتوري له الاصدارات القديمه، وطول الوقت عماله تمدح في صاحب الشركه وانه يعني من غيره ما كناش هنوصل للتطور اللي احنا فيه دلوقتي ده. وبالمناسبه شركه والاس دي هي الشركه الرئيسيه اللي في الفيلم لانها مسؤوله عن تصنيع كل الروبوتات الموجوده. راح بعدها كي بيسال حد عن شرطي اسمه ديكارد، وده شرطي مهم جدا. ده كان بطل الفيلم في الجزء الاول واختفى من وقتها. هنعرف سبب اختفائه في اخر الفيديو. كي كان بيجمع معلومات عن ديكارد لان وجوده واختفائه مرتبطين بشكل مباشر بريتشل البنت اللي كانت حامل وماتت. لاف بترجع تاني لمسؤول شركه والاس وكانت بتقول له يجي يفحص الروبوتات الجديده. لو خدتوا بالكم هتلاقوا عينه شكلها غريب وده السبب اللي هو اعمى، عشان كده معين لاف النائبه بتاعته. راح بعدها قدام الروبوت الجديد وبيشرح للاف قد ايه لازم تكون الروبوتات دي مطيعه ومن غير اي مشاعر ولا اعتراض. وعشان يثبت اللي هو مسيطر وجامد قوي ومفيش منه اتنين عمل اغرب حاجه ممكن تشوفها في حياتك كلها. فجاه من غير اي سبب شق بطن الروبوت اللي كان موجود قدامه. من ساعه ما الشخص ده عارف ان في طفل جديد مولود مش متصنع وهو متجنن وعاوز يعرف ازاي يتولد، لان الموضوع ده هيسهل جدا عليه عمليه التكاثر. بدل ما يصنع هو الروبوتات بنفسه لا هم هيتكاثروا لوحدهم، فبالتالي هيقدر يعمل جيش لا نهائي من الروبوتات عشان يقدر يسيطر على العالم بسهوله. قال له لاف اللي هي لازم تجيب له الطفل ده ضروري عشان يقدر يدرسه ويحاول يفهم اتولد ازاي. كي بعدها قرر يرجع لنفس البيت اللي راحه في الاول تاني عشان عاوز يفهم الحقيقه، ولقى حاجات غريبه جدا جوه. لما دخل البيت لاحظ ان في بيانو قديم وكان بايظ، ولما فتحه لقى علبه كده صغيره جواها شراب طفل صغير وصوره البنت اللي ماتت، وده كان اول دليل ملموس ان في فعلا طفل مولود. رجع تاني للشجره ولقى رقم محفور على الشجره من تحت، وده كان الكود بتاع البنت اللي ماتت. هنا كي يتاكد بنسبه 100% ان فعلا في طفل موجود. بعدها بتظهر لاف تاني وهي في المعمل وهي بتحاول تسرق العظم بتاع الجثه اللي ماتت. كان في حد شغال هناك شافها ولما راح لها قتلته في ثانيتين حرفيا. دي تقريبا كانت اسرع موته اشوفها في حياتي كلها. بعد ما موتته كملت سرقه واعتبرت نفسها ما عملتش اي حاجه. هي بتسرق الادله دي عشان توديها للمدير بتاعها عشان يحقق في الموضوع ده هو كمان ويحاول يوصل للطفل المولود. من اهم المشاهد اللي في الفيلم كان كي قاعد في المكتب مع المديره وكانت بتساله بدافع الفضول عن اي ذكرى هو عاشها في الماضي. بتساله يعني لو هو فاكر اي حاجه من الماضي ولا لا. كي قال لها وهو صغير كان معاه حصان من الخشب وكان في عيال صغيره بيجروا وراه عشان عاوزين الحصان ده، فهو خبى الحصان منهم لحد ما العيال مسكوه ونفخوه ضرب. وكان يعني من الكلام واضح لو هو متاثر ومبتسم لانه كان شاكك ان دي ذكرى حقيقيه عشان لمسته كده من جواه مش مجرد وهم وخلاص ومزروعه في الذاكره بتاعته. عشان المفروض ان الروبوتات لما بتصنع ما بيكونش ليهم ذكريات وكل ذكرى بتبقى موجوده فيهم بتبقى متصنعه مش حقيقيه. المديره بتاعته حست ان كي عنده مشاعر. هي وقتها قلقت شويه عشان المفروض كي روبوت والمفروض ان هو متبرمج اللي هو ما يكونش عنده مشاعر ولا بيحس. كي كان عاوز يتاكد من الطفل ده من السجل. راح لمكان كده عامل زي الارشيف شكله قديم موجود فيه سجلات المولودين كلهم في الماضي، وهنا كان بيحاول يدور على الطفل المفقود. طلب من الجهاز اللي هو يظهر له سجلات سنه 2021 وهي السنه اللي البنت ماتت فيها اثناء الولاده. السيستم بيبدا يطلع له بيانات الاطفال اللي اتولدوا في السنه دي، بس هو كان بيبص في السجلات لاحظ ان في طفلين مولودين برضو بنفس الرقم، واحد ذكر وواحد انثى، وكانوا موجودين في نفس دار الايتام. البيانات الخاصه بالبنت كان باين عليها ان هي مش حقيقيه ومزيفه او ناقصه كانها معموله عشان بس تغطي على بيانات الطفل التاني، انما بيانات الولد كانت شكلها طبيعي اكتر. بيبدا بعدها كي يركز على الولد اكتر لان هو كان حاسس ان الطفل ده حقيقي، وهنا بتبدا الشكوك تشتغل جواه. هل كي هو الطفل المفقود؟ طب هل هو روبوت ولا انسان حقيقي؟ كل الشكوك دي بتفضل في باله وهنعرف برضو اجابتها قدام. كي خد الجيرل فريند بتاعته وراحوا لدار الايتام اللي كانوا الطفلين دول موجودين فيه، بس كان في ناس غريبه هناك وهجموا على العربيه ولا الطياره بتاعته دي اللي هو راكبها لحد ما كي طلع منها واتصدم من كميه الناس اللي قدامه. حاول يتخلص على اكبر قدر ممكن منهم. في نفس الوقت كان في سواق
صواريخ بتنزل من السماء، واللي كان بيتحكم في الصواريخ دي كانت لاف. هتقولي ازاي؟ طب هي ايه اللي دخلها في الحوارات دي كلها؟ في بدايه الفيلم المدير بتاعها طلب منها اللي هي تجيب له الطفل المولود ده باي شكل من الاشكال، فهي عرفت ان برضه كان كي عاوز يوصل للطفل ده، فهي كانت بتراقبه عشان اول ما يوصل للطفل هي تاخده كده على الجاهز على طول من غير اي مجهود. بيبدا كي يدخل دار الايتام، ومن الواضح اللي هو كان مصنع بس اتحول لدار ايتام مشغلين فيها اطفال مشردين. كي بيدخل لراجل كبير جوه وبيساله عن الرقم اللي معاه، وداه المكان معين، ولو لاحظتوا هتلاقوه نفس المكان بالظبط اللي كان في ذاكره كي وهو صغير. اوبا، كده معناها ايه يا معلم؟ يعني كده كي هو الطفل المولود؟ كمل الفيديو عشان هتعرف دلوقتي. اول ما كي وصل للمكان ده كان بيبص كده على حته معينه في المكان ده، وكان حاسس ان في حاجه معينه هناك. لما طلع فوق وشاف الدفتر اللي فيه السجلات لاحظ ان السنه اللي الطفل اتولد فيها كلها مقطوعه. حتى صاحب دار الايتام كان مستغرب وقال ان كان في سنه كامله موجوده بس اختفت فجاه، مش عارف راحت فين. كي قرر ينزل تاني ويروح للمكان اللي كان بيبص عليه في الاول، وهناك لقى اكتر حاجه هتصدمك في الفيلم كله. وصل لنفس المكان بالظبط اللي كان واقف فيه وهو صغير في ذاكرته، وراح لنفس المكان اللي خبى فيه الحصان، والصدمه اللي هو لقاه لسه موجود. انتوا متخيلين؟ هنا بدا يستوعب ان الذكرى اللي في خياله حقيقيه مش مجرد وهم ومزروعه وخلاص. بس عشان يتاكد اكتر وما يكونش عنده اي حجه راح لواحده بتصنع الذكريات في الروبوتات اللي بتتعمل جديد، وعلى حسب كلامه هو قال ان دي اكتر واحده محترفه في المجال ده وبتعرف تختار ذكريات تبقى شكلها حقيقي مش متركبه. راح لها وقعد معاها وخلاها تشوف الذاكره بتاعته عشان تشوف هل الذاكره دي حقيقيه ولا متركبه. لما شافت الذكرى بتاعته بدات تعيط بشكل غريب، وقالت له ان في حد فعلا عاش الذكرى دي، وعايزك تركز كويس جدا 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 على الجمله دي بالذات. كي فهم وقتها ان الذكريات دي حقيقيه، وقام كده من مكانه وقال لها انا كنت عارف ان الذكريات دي حقيقيه. واقتنع اكتر واكتر اللي هو الطفل المولود، بس ما يعرفش الصدمه اللي هيكتشفها في الاخر. بعد ما خرج جت الشرطه وقبضت عليه. بس ليه الشرطه قبضت على كي رغم ان هو اصلا المفروض ما عملش حاجه؟ كي اختفى من مركز الشرطه لفتره طويله بسبب القضيه اللي كان بيحقق فيها. هي ما بقتش حاجه تخص مركز الشرطه بس، هي بقت حاجه تخصه هو شخصيا، لانه كان شاكك طول الوقت اللي هو الطفل المولود ده. بدات مديرته تحس اللي هو ما بقاش على طبيعته زي الاول، فجابته للاختبار تاني، وده اختبار نفسي بيعرفوا فيه هل الشخص ده طبيعي ولا حصل له حاجه غيرته. المهم طلع في الاخر من الاختبار طلعت حالته مش مستقره ومتغير تماما عن الاول، متوتر وبيرد متاخر، كل حاجه فيه كانت متغيره. كي بقى عنده هويه ومشاعر وامل، وكل ده مش مسموح بيه في النظام. فقررت المديره بتاعته تطرده من مركز الشرطه مؤقتا. طبعا لما لاف عرفت انه هو احتمال يكون الطفل المولود اكيد طبعا ما كانتش هتسيبه في حاله، راحت تدور عليه في كل حته، دورت عليه في بيته وما لقيتهوش، وراحت لمكان شغله وبرده ما لقيتهوش. سالت المديره بتاعته وهي ما كانتش عايزه تقول لها لان ده كان في ضد مصلحه لاف، ما كانتش عايزه تخلي لاف تستفيد من الموضوع ده. المهم لاف بكل برود قتلتها في الاخر. كي راح بعدها لحد متخصص في المعادن وخد معاه الحصان بتاعه عشان يعرف الحصان ده مصدره ايه بالظبط. الواد قال له ان الحصان ده مصنوع من نوع معدن نادر جدا، وان المعدن ده المكان الوحيد اللي بيكون موجود فيه هو لاس فيجاس. كي فهم وقتها اللي هو ممكن يلاقي الحقيقه هناك، وبالفعل راح للاس فيجاس، وهناك لقى المكان مهجور والعالم كله برتقاني وغريب، وده لسبب ان هناك حصل كارثه كيميائيه زمان خلت الجو كله ملوث بلون غريب، مفيش سكان ومفيش حياه، المكان كله فاضي حرفيا كانه مهجور. كي دخل المكان معين وقابل شخص كبير في السن شويه، طلع في الاخر ان الشخص ده هو الشرطي البطل اللي كان في الموسم الاول اللي اختفى لسنين طويله. انتوا متخيلين؟ كان مستخبي هناك طول الوقت عشان كان عاوز يخفي السر بتاعه اللي هنعرفه كمان شويه. بعد ما اتقابلوا ديكارد كان قلقان منه، فمسكوا طحنوا بعض ضرب لحد ما قرروا في الاخر ان هم يقعدوا مع بعض ويتكلموا. وكان كي عاوز يساله شويه اسئله. ديكارد قال له ان هو كان متجوز واحده اسمها ريتشل، ودي نفس البنت اللي كي لقى عظمها في اول الفيلم. قال اللي هو هرب عشان يحمي مراته وابنها عشان وجوده هيبقى معرض دايما للخطر ليهم. كي طول الوقت كان مقتنع اللي هو الطفل، بس بعد الحوار اللي حصل بينه وهو وديكارد محسش اللي هو الطفل قوي، بالعكس خلى كي يشك اكتر من جديد. بعدها لاف وصلت للمكان اللي هم فيه، خطفوا ديكارد وقتها عشان يجبروه يقول لهم عن مكان الطفل، وضربوا كي وسابوه على الارض. ومش كده بس، قبل ما لاف تمشي كسرت الجهاز اللي بيطلع جوي، والجهاز ده لو اتكسر البنت هتختفي للابد. تخيل اكتر حد كان حنين عليك يختفي فجأة قدام عينك. كي وقتها كان متدمر بمعنى الكلمة من كل الجوانب، خسر شغله وخسر حبيبته وخسر كل حاجة كان بيملكها، حتى الامل الوحيد في ان هو يكون الطفل ما بقاش موجود زي الاول. بعدها بيظهر مجموعة غريبة كده بتنقذ كي، ودي عبارة عن مجموعة مقاومة كانوا شايفين ان هم ضد حاجة اسمها روبوت وطاعة، وشايفين ان الاستقلالية اهم حاجة في الحياة، وان يكون عندك انسانية وقراراتك الخاصة احسن بمليون مرة من انك تكون روبوت بتنفذ اوامر وخلاص. خدوا كي وانقذوه وعالجوه، وجت رئيسة المقاومة واتكلمت
اتكلمت مع كي، ومن كلامها قالت ان الطفل فعلا موجود وحقيقي وانها شافته، وريتشل ماتت بين ايديها. هل انتوا دلوقتي مستعدين لاكبر صدمه هتعرفوها دلوقتي؟ عزيزي المشاهد، حابب اقول لك ان الطفل في الاخر طلع بنت مش ولد. هتقول لي ازاي؟ مش المفروض اللي هو كي هو ولد والمفروض الذاكره؟ مش فاهم حاجه، كل حاجه تفهمها بس في اخر الفيديو عشان مش هينفع احرق عليك الاحداث دلوقتي. ديكارد لما اتخطف قعد مع والاس وكان قاعد يقنعه اللي هو يقول له على مكان الطفل، بس هو برده موافقش وقال له اللي هو هيوريه العذاب بعينه عشان يجبره يقول. لاف خدت ديكارد وكانوا رايحين لمكان، وجه كي هجم عليهم ووقعهم وقتل لاف. بعدها كي انقذ ديكارد ووداه لبنته. يعني برده في الاخر مين الطفله المولوده دي؟ الطفله دي طلعت البنت اللي كانت مسؤوله عن الذكريات. قصدك يعني ان الاجابه كانت في نص الفيلم طول الوقت ومحدش كان واخد باله؟ ايوه بالظبط، وانا برده كنت زيك كده بالظبط، كنت مصدوم. بما انك وصلت لنهايه الفيديو خلينا اشرح لك شويه حاجات عن الفيلم ده ممكن انت ما تكونش فاهمها. بكل بساطه كي عمل اكتر حاجه انسانيه عشان ياكد لنفسه اللي هو مش عبيد وخلاص وبينفذ اوامر، وده ظهر لما كان هيموت نفسه عشان يرجع الاب لبنته. دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتحسسه اللي هو انسان حقيقي. ولو خدت بالك في ذكرى كي هتلاقي كل الاطفال دماغهم محلوقه، مفيش حد فيهم عنده شعرايه واحده الا كي كان في الذكرى عنده شعر طويل، وده كان اكبر دليل ان هي كانت بنت مش ولد، وده معناه ان دي ذكرى البنت المسؤوله عن الذكريات. ولكن هي حطتها في ذاكره كي عشان كده قالت لكي ان في حد عاش الذكريات دي قبل كده، بس هي ما قالتش وقتها ان دي الذكريات بتاعتها هي. البنت زرعت الذكريات دي في دماغ كي عشان كي يحس اللي هو الطفل المفقود ويمشي ورا كل خيط الاب لبنته، عشان ده غرض بتاع البنت من الاساس، عشان هي عارفه ان كي هيفضل يتتبع كل خيط فيه لحد ما يوصل الاب ليها وتشوفه، وبكده الفيلم يكون خلص. اتمنى اكون شرحت الفيلم ليك بشكل مبسط وفهمتك كل النقاط الصعبه اللي فيه. تقييم الشخصي للفيلم ممكن اديله 9 من 10. الفيلم رهيب بمعنى الكلمه، الاخراج والتصوير والالوان كلهم بيحسسوك ان انت بتتفرج على تحفه فنيه مش مجرد فيلم. ده غير ان رايان جوسلينج بصراحه ابدع في الفيلم ده. كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو، ولو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وتشترك في القناه. كان معاكم علي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.